السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنشارك معكم قريشلاس ولا الكريصاص بطريقتي، كيجيو مقطنين هشاش. هاد الطريقه هذه دائما كيسولوني شنو هما المكونات اللي كدير هاد القريشلاس، كيجيو رطبين ناجحين. فاليوم درت معكم هذا الفيديو، نتمنى الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. نبداو على بركه الله بالطريقه والمكونات. غناخذ كيلو ديال الدقيق، ندير فيه خماره وحده، كندير ملقه هكا ديال الجنجلان نافع حبس حلاوه والسانوج، المهم شويه شويه. كندير نيدو ونشا ومليح. بالنسبه للنيدو ونشا ندير جوج معالق. الزيت درت كاس لتر ديال عفوا كيلو ديال الدقيق كندير فيه كاس ديال الزيت. انا ندير واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، ندير لها شويه مع هذا الحليب دافي وكنخليها كتختمر. بالنسبه للحليب، الحليب كندير فيه كاس ديال السكر، كندوب فيه السكر ما كنديروش نيشان في العجين، الاحسن ندوبوه في الحليب باش الكريصات كيجيونا هشاش. اما الا درناه مباشره في العجين بحال كيدقص لنا العجينه. الحليب طبيعه الحال يكون دافي. عندي هنا نص لتر ديال الحليب، وكنجمع العجين ديالي بهذاك الحليب كما شفتوا ضفت له واحد المعلقه ديال العسل، كتبقى اختياريه، بغينا نديروها كنديروها. انا غير لقيتها حدايا وزدتها، يعني كتبقى اختياريه. بالنسبه للماء كنكمل بالماء، كندير نص لتر ديال الحليب كنكمل بالماء، وكندير هذيك الخميره اللي خليتها كتختمر. انا غندير معكم يعني بالضبط شحال دخلت هنايا ديال الماء. صافي كندلك العجين مزيان شي ديك الماء اللي شفتوا معايا في الكاس درتهم كاملين. كان عندي كاس ديال الماء يعني دخلته كامل، وانا كنرش غير شويه بشويه وانا كندلك العجين، ندلكوه مزيان. ملي وبقى دائما عيننا ميزاننا مع الماء، يعني يبقى حسب الدقيق ولا البيض كما شفتوا ما كنديروش في الكريصاص. ومن بعد كنجيب واحد ملقه هكا كبيره ديال الزبده حيوانيه وتكون بحراره المطبخ، وكنديرها من بعد في هذا العجين ونحاول ندخلها. انا وقفت الكاميرا وبديت كندخل هذيك الزبده مزيان حتى دخلتها مزيان في هذا العجين، ومن بعد كندهنوه بشويه ديال الزيت وكنخليه كيختمر. العجين ما نخليوهش يكون قاصح بزاف، ما كيكونش خفيف عاوتاني بزاف حتى كيلتصق بزاف في اليدين. يعني انا العبار اللي عطيتكم راه كيجينيش، يعني يجي هو هذاك. كنخلي العجين ديالنا كيختمر، ومن بعد غنجي غنكور هاد العجين، يعني كويرات هكا، اما كصغيره ولا كبيره كيبقى لنا الاختيار، يعني كما بغينا الحجم ديال الكريصات يجيو. هنا ضروري نحيدو منه ديك الهواء اللي كان فيه. ديك الطريقه لاننا نحيدو الهواء من العجين راه كيزيد كيهشش الكريصات. صافي انا نكور هكا بهذه الطريقه هذه. انا غنديرهم نخليهم غير عاديين بحال هكا، بغينا نديرو لهم الشكلاط في الوسط ديالهم كيبقى لنا الاختيار. انا غنخليهم عاديين، وهذيك اللي غتشوفوا معايا ان شاء الله غندير بها الكريمه كريم باتيسير. من بعد ما قرصتهم غنبدا باول وحده، كنبدا كنقرصها بشويه الزيت كما شفتوني. كنقلب هاد الكريصات بحال هكا، وكنبدا كنضغط عليها هكا شي شويه ماشي بزاف عاوتاني باش ما كيجيوناش رقاق. المهم اننا خصنا نضغطوا عليهم هكا شي شويه عاوتاني باش ما يجيوناش غلاظين بزاف. هكا كنضغط عليهم هكا شي شويه وكنديرهم في الطاوه. بالنسبه هذه اللي غدير فيها الكريمه، كنجيب المول كندهنو هكا اما بالزيت ولا الزبده، كنرشو بالدقيق وكندير وحده في الوسط، ونبدا ندير اللي بقى ليا في الجناب، ندوزهم كاملين في الجناب بهذه الطريقه هذه اللي كتشوف. نفس الطريقه اللي قرصنا الاولانيين، يعني نضغط عليهم هكا شي شويه ويكون سطح العمل مدهون بالزيت.
صافي ملي كنعمر المول ديالي بحال هكا بهاد الطريقه هادي، كنضغط عليهم هكا شي شويه وكنخليهم كيختمروا. ملي كيختمروا كنجيب بيضه كامله وكندير له واحد النقيطه ديال الحليب، ماشي بزاف، هي نقيطه، واحد معلقه صغيره تقريبا بحال هكا، معلقه صغيره ما نفوتش كتر. كنخلط مزيان مزيان وكندهن الوجه ديال هاد الكريسات. بغينا ما نديروش هذيك المعلقه الحليب ما نديروهاش. صافي ومن بعد كنرش بهذا بالجنجلان الابيض. بغينا الجنجلان عادي كنبقى لنا اختيار، ولا كاوكا ولا اللي كان. وتا هادي غندير لها حتى هي ندهنها بالبيض وكنرشها بالجنجلان. وفي الوسط ديالها غندير لها هاد الحبوب هكا ديال، يعني كيبقى لنا اختيار، ولا السانوج الا ما كانوش عندنا نديرو السانوج بغيت زعما باش كتجي هكا باينه. بالنسبه للكريمه ندوزو للكريمه، كريم باتيسير. كندير صفار بيضه، كندير واحد 2 معالق ديال السكر حتى ل3، يعني كيبقى لنا الاختيار في الحلاوه. انا درت 2 معالق ودرت هنايا صفار بيضه بلديه، علاش غتجي الكريمه شويه شويه صفراء كذا، غتبان لكم صفراء. انا دائما كنخلي هكا ملي كيكون عندي البيض بلدي كنخبي وحده كنخليهم على حساب الكريمه، لان كتعطيهم واحد اللون زوين بزاف، كتعطي واحد اللون زوين بزاف للكريمه. كندير واحد 2 معالق ديال الدقيق، كنخلط مزيان مزيان، ومن بعد كنضيف الحليب. انا هنا كما شفتوا معايا درت غير جوج كيسان ديال الحليب. يعني 2 معالق سكر، 2 كيسان، 2 معالق ديال الدقيق، و كندير 2 معالق 2 كيسان عفوا 2 كيسان ديال الحليب. كنخلط هاد العناصر كنردهم على نار مهيله وحنا على التحريك حتى كتقال لينا. من بعد كندير لها واحد المعلقه ديال الزبده وكنخلي هاد الكريمه كتبرد. كنغطيها هكا باش ما كديرناش القشره على الوجه ديالها ببلاستيك حتى نبغيوها باش نبغيو نديرو الكريمه لهذيك هاد الكريسات. شوفوا معايا من بعد ما خرجتهم من الفرن كيفاش كيجيو هشاش بزاف. وبالنسبه للفرن اول حاجه كنسخنوا الفرن مزيان مزيان وكنديرهم على نار متوسطه ماشي ناقصه. كدرتهم على نار ناقصه بزاف كيجيونا يابسين، اما الا جهدنا بطبيعه الحال غيتحرقوا ما يطيبوا. بالنسبه لهذه كما تشوفوا الى من الاحسن ما نعطلوهاش بزاف هكا في المول باش ما كتعرق ليناش ورجع لنا فاسقه من التحت. انا درت لها هذاك الورق راه كيساعد بزاف، هذا كيمص شويه ديال الفزوقيه ما كيخليهش. اما اللي درناها مباشره للمول كيرجع فيها هذاك العرق ديالها وكتبدا كتفزق، يعني ما نعطلوهاش بزاف. كما شفتوني راني قسمتها في النصف ونحاولوا معها هكا هي شي شويه باش ما نخسروهاش. وكندير هذيك الكريمه. بالنسبه للكريمه كنديروا لها واحد الفاني باش كتجي فيها واحد النكهه ديال الفاني. حتى هكا قبل ما ولا كنديروها مع الحليب كنديروا الفاني باش كتعطينا شويه واحد النكهه ديال في الكريمه باش كتلف لينا الريحه ديال البيض. صافي ومن بعد كما تشوفون نرد لها النص ديالها وصراحه كتجي زوينه. نقدموها هكا في اي مناسبه العيد ولا في الكوطي، يعني في الوقيته اللي بغينا. صراحه طريقه رائعه كيحماقوا عليها الوليدات. انا صراحه دائما لما كندير الكروس كندير هذه لان وليداتي كيحماقوا عليها وكيوصوني عليها نديرها لهم. كنديرها لهم دائما فيما كندير اما بهذا الشكل هذا ولا يعني طريقه اخرى. درت معكم في واحد الفيديو نيس بهاد الكريمه، درت الكريسات بالكريمه. بسلام عليكم الى وصفه اخرى بحول الله.